انتهى كأس العالم للأندية والنادي الأهلي رابع كأس العالم للأندية بعد الهزيمة من فلامينجو 4-2. الحقيقة إن النادي الأهلي امبارح ضيع من إيده المركز الثالث بالهزيمة من فلامينجو 4-2. كان الماتش في المتناول، يعني بجد أنا لحد دلوقتي الماتش في دماغ الواحد. يعني السيناريو اللي مشي فيه اللقاء أنا مش عارف سبحان الله، الحمد لله يعني على كل حال. بس هو النادي الأهلي امبارح ضيع من إيده فرص. يعني كان بالنسبة فلامينجو، بالنسبة لك كنت بتبقى كل هجمة ليك كنت بتقدر توصل للجون بتاعه. ف- فطبعا طبعا رعونة طبعا، غير ان في لعيبه ناسيه ما عندهاش اساسيات اللعب اساسا، زي الكابتن محمد شريف طبعا بالفرصه اللي ضيعها الغريبه اللي مش عارف ضيعها ازاي اساسا. ف... فطبعا ده كله ده، وطبعا الاخطاء ساذجه بقى من الشناوي ومن الاخطاء من ديانج، الدنيا بقت 4-2. يعني لو حد شاف ملخص اللقاء عمره ما هيقول ان الماتش ده يخلص 4-2. بس هو الحمد لله انتهى كأس العالم للأندية واتعلمنا منه حاجات كتير. وفي الحمد لله بفضل الله كان في مميزات كتير للنادي الأهلي. من أهم المميزات دي يعني احنا كسبنا مدرب زي مستر كولر. يعني بجد شابوه اللي تعاقد مع مستر كولر. مستر كولر صراحة ربنا خلى الأداء بتاع النادي الأهلي في كأس العالم للأندية أداء غير كل النسخ اللي فاتت. النادي الاهلي بيقدر يوصل للمرمى، بيقدر ان هو يروم، ما يخافش من حد وعايز يوصل ويجيب اهداف. لكن طبعا ما عندكش مهاجم يخلص. هي المشكله كلها في المهاجم اللي هو كان طلبه، اللي قال لك انا عايز مهاجم، انا محتاج مهاجم. طبعا المجلس الاداره ما قدرش يلبي له التعاقد مع المهاجم، فلعب. الراجل لما شاء الله عليه، يعني بيشتغل وما بيتكلمش، اللي عنده بيلعب بيه. بس هي القصه كلها، هو زي ما قال امبارح في المؤتمر الصحفي، لما توصل المستويات دي في كاس العالم للانديه وتجي لك الفرص دي وتضيعها يبقى انت ما تستحقش انت توصل للمكان ده. طبعا هو كلامه طبعا بيرمي على محمد شريف، وبيرمي على ان في لعيبه ما عندهاش اساسات اللعب اساسا. ف- فطبعا الله غالب. فهو الحمد لله استفدنا كتير من البطوله دي، وكنا اتمنينا حاجات، وعشمنا كان كبير ان احنا نوصل للنهائي. وان احنا بعد ما خسرنا من ريال مدريد قلنا نوصل ناخد المركز الثالث. طبعا ده كل ده ما اتحققش، ولكن في عندك، يعني انا بالنسبه لي امبارح مروان عطيه وخالد عبد الفتاح، انا بالنسبه لي امبارح ما شاء الله عليهم، ولكنهم جايين لسه من فرق في نص الجدول، فما شغالين وما شاء الله عليهم. وفعلا مستر كولر ما بيتعاقدش مع اي حد، هو اللي اختارهم، هو عارف هو هيوظفهم ازاي وهيلعب بيهم ازاي. كل الدعم لمستر كولر، ان هو يكمل مع الفريق، وان في تحديات اللي جايه للنادي الاهلي، تحديات صعبه، دوري وبطوله افريقيا، وكلها ماتشات متلاحقه. فربنا ييسر الحال ويكون التوفيق حالفنا ان شاء الله. وان شاء الله مستر كولر لما هو حاطط ايده على الفرقه وحاطط ايده على النواقص بالنسبه له، فبشويه صبر من الجماهير ومن مجلس الاداره، مستر كولر هينقل الفرقه لحته تانية ان شاء الله. هينقل الفرقه وهيطور من ادائها. بس قصه وهيغربل الفرقه، يعني الموظفين هيمشيهم، اللي هو مش محتاجهم هيمشيهم. فكل ده نتمنى من ربنا ان شاء الله الخير. وفي حاجه بس نقطه اخيره، نادي الهلال السعودي امبارح طبعا ادى مباراه جيده امبارح مع قدام ريال مدريد، والنتيجه ب5-3. ولكن في احصائيه، يعني اللي توقفني فيه من خلاله، ان النادي الهلال السعودي شاط 4 شوط اون تارجت على المرمى، جاب منهم 3، جاب منهم 3 اهداف. طبعا الكواليتي لعيبه عنده تمام، ان اللي عندهم الفرصه بجون ما فيش، وما جالهمش ولا ركنيه. انت جالك في ماتش ريال مدريد 8 ركنيات ما استغلتش ولا ركنيه. فده برضه دي برضه من ضمن السلبيات، انت بيجي لك ركنيات وبيجي لك، لان انت بتقدر انت توصل، ما بتستفادش ليه من الركنيات. فده كل ده طبعا ايه ما فدي ده يدلك عن ايه، ان انت لما توصل بقى احتياجاتك في الانتقالات، انت عايز تكسب دوري وتكسب دوري ابطال افريقيا، فهتبقى لعيبه اي لعيبه، يعني مش فارقه كتير تمام. بس هي القصه كلها، انت حلمك وطموحك كمجلس اداره وكجمهور ان انت تحقق مركز متقدم في كاس العالم للانديه ونوصل للنهائي، نعدي بقى عقبه اللي قبل النهائي اللي احنا بقالنا 5 مرات نقع فيها. يعني 5 مرات ما بيننا مش عارفين نعدي، مش عارفين نعدي قبل النهائي. نتمنى ان احنا المره اللي جايه العام القادم ان شاء الله
من الاداره تلبي احتياجات المدير الفني بصفقات سوبر. عشان تحقق صفقات سوبر لازم نادي بحجم النادي الاهلي لازم يكون ليه فريق سكاوتنج. فريق سكاوتنج هو اللي يبص له ويشوف له اللعيبه، ويكون عنده داتا باللعيبه دي كلها. مش ان انا خلاص انا ده هم الوكلاء عرضوا عليا اتنين، الاتنين دول فكسوا خلاص يبقى مش هعرف اجيب. لا، انا عندي في داتا، عندي سكاوتنج بيقول لي اللعيب ده في كذا، اللعيب ده بيعمل ايه في نص الوقت، بيعمل الكلام ده كله. ده لازم الاهلي انتهى زمن السماسرة، انتهى زمن وكلاء اللعيبه اللي بتيجي تسكك في كل موسم بواحد زي بسافيو وواحد زي الناس دي باكتر من مليون دولار. يعني ممكن توفر الفلوس دي كلها وتجيب واحد سوبر بالذات في الناحيه الهجوميه، يعني يخلص لك الدنيا دي كلها. فنتمنى الخير ان شاء الله والتوفيق للنادي الاهلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.